إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام عليكم، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل احسن حال. اخباركم ايه؟ طمنوني كده عليكم. يعني بصوا، هنبدأ بقى مع بعض كده تكملة في التنظيفات بتاعة الشتاء. هنعملها بقى في الريسبشن. بصوا كده حاجة كده يعني فيديو كده روتين هيشجعك ان شاء الله، بيخليكي تقومي كده تخلصي كل اللي وراكي. وكمان بقى ايه، انا انجزت بنات، انجزت يعني خلاص، ناقص على الحلو تكه زي ما بيقولوا. خلاص كده ناقص لي حاجات بسيطه والحمد لله اكون خلصت فضل ونعمه. اول حاجه كده بدات بيها ان انا في الصاله جبت بقى ايه، فتحت بقى البلكونه، وكمان شلت الستاير بتاعه الصالة علشان اول حاجة كده اخلصها وتتنشر وتنشف، عشان في الاخر خالص اقوم نشرها، اقوم فرشاها. تمام. ف خلصت كده وشيلتهم وحطيتهم في الغسالة. وبعد كده بنات بقى بدأت بقى ايه، كنست البلكونة. من هخلص بقى من بره لجوه، تمام، علشان لما اجي اخلص البلكونة لو انا خلصت الصالة ما بوظش الدنيا في الصالة وكده. فخلصت البلكونة ودخلت بقى على المجرى بتاعة الباب البلكونة، عملته بقى بالمكنسة. وكمان بقى مسحت الازاز بعد كده بالشكل ده. بصوا بقى رغاوي بقى وايه، وهنعيد ونزيد فيه كذا مرة. طبعا ما شاركتش معاكم كل ده، انا بقيت بس بجيب المختصر المفيد زي ما انتوا عارفين وبس. مسحته كده واديته مسحة حلوة قوي. دخلت بقى على البلكونة، حيطان بقى وارضيات ما اقولكوش بقى، روقت كده عليها عشان الفترة اللي فاتت دي كلها كانت يعني بصوا اللي هو العاصفة بالتراب، وانا كمان عشان ما فيش قدامي حاجة فكمان كان كل التراب اللي قدامي دوت والصحراء اللي قدامي دي دخلت عندي. يعني لو كان في مباني كانت الدنيا اتيسرت شوية وما كانش في كمية التراب دي. فعملت بقى الحيطة والارض بالشكل ده كده بالمقشة، وبدأت ان انا بقى بالمساحة كده الم المية. وبعد كده هجيب بقى الشرشوبة واشيل كل الرغاوي وكل المية والزيادة دي كلها وهديها تلميعة حلوة. بس روقت كده على البلكونة وخليتها تتنفس كده بجد، وادت لها كده يعني بصوا شاور حلو قوي قوي يعني شايفين. وبعصر بقى الشرشوبة بالشكل ده لغاية ما نشفتها خالص، وهديها في الاخر مسحة كده تلميعة. عايزه اقول لكم جبت بقى ايه، يعني كانت ماما بتحب تستعمله قوي زمان، عارفينه ده الفينيك ده. جبت بقى منه كده وبدأت ان انا اعقم كمان الارض كده والريحة بتاعته بصراحة كده ايه، يعني ريحة نظافة بجد. الحاجات اللي هي القديمة ديت يعني بصوا، يعني الواحد مهما يعمل ومهما ينظف ومهما كده، في حاجات كده لما بنعملها من اهالينا بتبقى حاجات كده بتفكرنا بتخلينا نحس بالايام الحلوة دي. بس فاديته مسحة كده البلكونة. وبعد كده جبت فوطة كده شوية خل بعد ما كنت كبيت عليها مية وروقت على الحيطة. مسحت بقى ايه فوطة كده فيها شوية خل، وعقمت بقى ايه السور بتاع البلكونة كده زي الفل، وميت فل وعشرة. خلصت البلكونة نشفتها، اديت لها التلميعة بتاعتها. ندخل بقى على الصالة. بصوا بقى انا جبت هنا برضو كنسة حلوة والمسحة بقى والرغاوي دي كلها. طبعا انا حبيت بس ان انا اعمل الحركة دي علشان بقى انتوا عارفين هنفرش فرش الشتاء والكلام ده كله، فالحاجة تبقى معايا كده على نظافة والواحد نفسيته تبقى مرتاحة وكل حاجة كده نضيف في نضيف وزي الفل. بدأت ان انا كده ايه يعني الصالة عندي طبعا الاسكان الاجتماعي اللي هيبقى معايا في الاسكان هيبقى عارف النظام بتاعها ايه، وفي الفيديو هتاخدوا بالكم وكده. هو بيبقى قطعتين، قطعة كده ناحية الجزء عند البلكونة، وجزء بقى ايه شوية كده الصالة جزء تاني. تمام. يعني كل ما اجي اعمل حاجة بقى بالمية وكده فبشيل الخشب خالص، عشان برضو انتوا عارفين المية يعني عدوة ايه يعني الخشب طبعا المية عدوته.
فانا مش حابه ان انا برضو عشان اعمل تنظيفه ابوظ الخشب خالص. فبدات ان انا اشيل الحاجه كده واخلص جنب جنب، واحط الحاجه في المكان اللي انا مثلا ايه نضفته وظبطته. تمام. بس شلت برضو الترابيزه بتاعت الصاله، وكمان الصالون. بدات ان انا اللي بقدر عليه بقى يعني ايه ببعده شويه، بس اهم حاجه مفيش ميه تيجي على الخشب عشان حرام. انتوا شايفين الحاجه برضو بقت عامله ازاي واسعارها عامله ازاي، فكمان الواحد مش عايز يبوظ حاجته، وبقدر الامكان يعني ان الواحد يحافظ عليها. طيب بعد كده بقى نشفت الارض برضو نفس اللي كنت عملته في البلكونه، مسحتها كذا مره الارض في الصاله، وكمان عدت عليها كده بالشرشوبه واديت لها المسحه والتلميعه الاخيره. وكمان جبت بقى ايه فوطه كده، وتبقى بصوا احلى حاجه بقى شويه خل. بصوا بيعقم بيدي لمعه كده زي ما انتوا شايفين. اي خشب بقى قدامي بقيت ان انا ايه شايفين اللهم بارك بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. بصوا اللمعه بقى والنظافه بجد عامله ازاي. اي خشب بقى في وشي بدات ان انا نضفته وفرشت كده النجيله معاكم في البلكونه، والحمد لله كده. بصوا انجزت، شايفين بقى خلصت كده الحاجه، وعملت نظام جديد كده. حطيت الكنب ده كده بالشكل ده، وفرشت بقى ايه الحافظه بتاعه الارض. عايزه اقول لكم الحافظه دي والدتي اللي جايباها لي، طبعا ده بعد الجواز يعني. قالت لي تغيري فيه وكده ويبقى حاجه كده ايه ان الاولاد وكده اللي هم ايه حاجه يعني عشان البرد وكده فاهمين. فده كان اول ما طلع، ده الاصدار اللي هو اول ما طلعت الحافظات كان الشكل ده كده. فجميل قوي وتسلم ايدها. طبعا حلوة عشان من ايديك يا ست الكل. بس حطيت بقى عليه الحافظات ديت على الصالون بالشكل ده، وبس كده اكون الحمد لله فضل ونعمة اكون خلصت الصالة معايا، ورشيت بقى المعطر وبس كده يا حلوين. طبعا هرتاح شوية، وبعد كده ادخل بقى اعمل الغدوية القمر الجميلة دي. بصلاية حلوة كده بحمرها في الحلة، وبعد كده هنزل عليها بعصير الطماطم وشوية من السكر ورشة من الفلفل الاسود، ولما بتغلي غلوتين بظبط بقى الملح. طبعا انت شفتوا في بداية الفيديو انا عملت اكل ايه. دي كده فرخة. بصوا عملت لها تبلتها ببصلة كده، وعملت لها المرتة بتاعتها. بصوا بتنقل الشوربة لحتة تانية خالص، والفرخة كمان بتبقى متبلة معايا وزي الفل، بتبقى جميلة قوي قوي وطعمه. جبت هنا شوية بقى. بصوا انت هتعملي المادة الدهنية بتاعتك، وشوية من الفلفل الاسود علشان الزفارة بتاعة الفراخ، او كمان لو هتعملي لحمة تمام عشان بتشيل الزفارة وانتي بتشوحيها. طبعا المستكة والحبهان، وتديها بقى تشويحة على الجنب ده والجنب ده وبس. وبعد كده حطيت لها المية السخنة مغلية، ونزلت عليها بالشكل ده. ولما بتغلي بحط عليها الملح وبظبط الملح بتاعها. بصوا غلت معايا ازاي بقى. بعد كده بقى ايه بحاول ان انا يعني ايه اقلبها كده علشان تستوي معايا كويس. وفي الاخر بصوا يعني لما غلت معايا كذا غلوة كده نزلت عليها بقى بالملح وظبطته كده معايا. وجبت البطاطس قطعتها بالشكل ده، كان في واحدة لسه ما اتقطعتش ظبطتها كده وقطعتها. وبعد ما الطماطم يا بنات اتسبكت، بصوا اكل زمان دوت وريحه زمان ما اقولكوش عليه. كان جدتي عليها شويه بطاطس بسم الله ما شاء الله، يعني شوف طلعت مني بسم الله ما شاء الله ازاي. ربنا يرحمها يا رب ويجعل مثواها الجنه. بصوا ده بقى اكل زمان وريحه زمان تمام. بس حاجات كده بسيطه ضفتها لي، مش حاجات يعني مش حاجات كتيره يعني. بس قطعتهم مكعبات كده البطاطس، ونزلت بقى ايه بالملح، وكمان شوية من الثوم البودرة والبصل البودرة، وكمان بابريكا عشان اللون بتاعها كده يبقى حلو معايا. وكمان ضفت عليها شوية من الشوربة. وعملت بقى رز اللي هو حبة وحبة. بعد ما غسلت الرز حمرت شوية وظبطت الرز معايا وبقى بالشكل دوت. وكمان اخدت الفرخة بعد ما استوت اديت لها تحميرة كده حلوة. وبس بقت معايا بالشكل الجميل القمر ده. بس قليتها، عايزه اقول لكم ان انا قليتها حطيتها في المقلايه وقليتها. فانا بصوا بحبها بالطريقه دي، اللي هو كان طعمها كده لذيذ. ألذ يعني بحسه من لما بتكون في الفرن. وبعد كده وهي سخنه كده حطيت عليها شويه من الملح، رشه بسيطه خالص، ورشه من الفلفل الاسود. وكانت البطاطس كانت اتظبطت معايا واستوت وبقى معايا كده زي ما انتوا شفتوا يا حبايب قلبي.
بعد كده يا بنات بقى غسلت بقى ايه، بعد ما الغدا خلصنا الحمد لله وفضل ونعمة، قلت بقى اخلص في المطبخ واشطبه. طبعا اخدت الحلل من على البوتاجاز وحطيتها في العلب اللي على جنب دي، باينه جزء منها كده. حطيت الباقي عشان اما بدخلهم التلاجة. وقلت بعد كده بقى اغسل البوتاجاز، وشطبت البوتاجاز وخلصته، وغسلت كمان المواعين وسبت الحلل في الاخر. بس كده يا حلوين، اكون كده يعني بصوا انجزت وعملت بقى ايه، الحمد لله الحمد لله. عايزه اقول لكم بقى ان اليوم ده بالليل بقى يعني الواحد اللي ربنا كان عالم بيه، لان بجد كان كنت عايزه انجز ان اليوم ده هعمل كذا، يعني هعمل كذا ان شاء الله لما ربنا يقدرني وخلص. تمام، فالحمد لله ربنا قدرني وخلصت وظبطت كل حاجه اليوم ده كان المفروض اعملها. ان انا اظبط البيت، هيبقى في غدا، هيبقى في حاجه. الحمد لله الحمد لله كنت خلصت كده كله تمام وفرشت وبصوا كنت يعني حاسه بانجاز رهيب رهيب يعني. بس الحمد لله يعني فضل ونعمه من ربنا ان الواحد ربنا قدره وخلص الحاجه اللي كان المفروض يعملها اليوم ده. خلصت كده بعد كده الحوض وكمان الحلل، وخدت بقى الاكل عنده في التلاجة وشويه شاي بقى. يعني ساعة المغرب كده، لان خلاص وقت العصاري ده خلاص، يعني المغرب الوقت جدا الساعة 5 اللي كام دقيقة كده، دقيقتين او 3. والعصر ده بقى جدا الساعة 2:30. فاحنا وقت الشاي ده ما عادش وقت عصاري، خلاص بقى وقت المغرب. فاللي هو يعني ايه، الحمد لله برضو فضل ونعمة من ربنا. بس كده يا بنات الحمد لله كده اكون خلصت معاكم الفيديو والروتين الجامد ده. يا رب تكونوا كده اتحمستوا واتنشطوا معايا، ويكون فيديو خفيف ولطيف عليكم. وما تنسيش حبيبة قلبي لايك للفيديو لو عجبك، واشتراك للقناة، وكمان كده تفعلي الجرس علشان ان شاء الله كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بامر الله، عشان كمان كده تفرحيني وتنوريني بوجودك. واشوفكم على خير يا بنات ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.